شربي قبل من الوجبه من ساعه وقولي لي واش غادي يبقى فيك الجوع. كيقطع الشهيه بطريقه طبيعيه وبشكل كبير، وكذلك كيقلل من الاحتباس ديال الماء، وفي نفس الوقت كيقلل من الانتفاخات، واهم حاجه كيعاونك حتى على تنظيف ديال الجهاز الهضمي. ممتاز، جربيه مده 3 ايام، تاخديه قبل من الوجبات ديالك بنص ساعه، راه كيعطي نتيجه غزاله. واهم حاجه انه طبيعي والمكونات ديالو عندك في الدار، يعني ما محتاجاش تاخدي شي كفه ولا مكمل غذائي من لا فارماسي باش انه يقلل لك من الشهيه. هذا كافيك، خاصه مع التحدي ديال الكرش. الا طبقتيه هو والتحدي ديال الكرش غتلقاي نتيجه غزاله في الميزان وحتى في المقاسات. بدايه من اليوم وما تعطليش. الطعم ديالو زوين وكحس بالانتعاش، خاصه مع هاد الصاط غزال بزاف. البنات اللي غاديين يديروه ونزلوا على الصفحات ديالهم ما تنساوش انكم تاغيوني، والبنات اللي غاديين ياخذوا وينزلوا على الصفحات ديالهم ما تنساوش تقولوا ديال، وكذلك خليوا لي تعليقاتكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع كاع البنات اللي باغيين انهم ينقصوا الوزن. انا جمعت لك المكونات كاملين في بلا واحد باش هكا تاخدي سكرين شوت وتي مرتاحه. غادي تحتاجي الخياره، خيار ممتاز للترطيب. كذلك غنحتاجوا ملعقه كبيره ديال بذور الشيا ممتازه، فيها الياف مشبعه اوميغا 3 وكتقطع الشهيه ممتازه بزاف. كذلك كتعاون حتى على لا كونستيباسيون باش ما كتكونش. كذلك عندك عصير ليمون، ليمونه حامضه هنايا وحده كامله تعصريها، تاخدي العصير ديالها. وميم طون عندك هنا رشه ديال زنجبيل طري ممتاز بزاف كيعلي لنا الحرق وكذلك كيحرق لنا الدهون. وكذلك عندنا رشه ديال القرفه. القرفه مزيانه كتسرع لينا من الحرق. وكذلك عندنا اوراق ديال النعناع، غادي نحتاجوا 5 ديال الاوراق ديال النعناع، على 5 الورقات ديال النعناع، رشه ديال القرفه وزنجبيل، ملعقه ديال بذور الشيا، وكذلك عصير ليمون حامضه وخياره. واهم حاجه الماء، ضروري غنحتاجوا لتر ديال الماء. غادي نبداو اول حاجه اننا نديروها هي انني غادي نديروا بذور الشيا وغادي نزيدوا عليها الحامض، وكذلك غادي ناخذوا الخيار. حاولوا ملي ديروا القرعه ديالكم ما تعمروهاش بزاف باش هكا ملي تبداو كتحطوا ما يطلعش لكم الماء بزاف. درنا حنا خياره، من بعد غادي نديروا هذاك الزنجبيل وكذلك القرفه رشه رشه، وكذلك 5 الاوراق ديال النعناع صافي. وغادي نميلونجيو داكشي ديالنا كامل وغادي نخليوه في الثلاجه مده ديال 4 ساعات، او لا ممكن انك تخليه في الليل وحتى الصباح عاد تبداي كتاخديها نص ساعه قبل من كل وجبه.